ازيكم عاملين ايه؟ طبعا شايفين كده يا جماعه من العنوان احنا عندنا اسبوع ونصوره لكم النهارده. بس قبل اي حاجه كده، قبل ما تبقوا تتفرجوا عليه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره بتتابعوني. وحبايبي اللي متابعيني يا ريت ما ينسوش يحطوا اللايك. حاجه كمان كده، عايزين دعوه حلوه لتيا كده البنوته اللي زي القمر، ان ربنا يا رب يبارك لها في حياتها ويجعلها ذريه صالحه. طبعا تقاليد الاسبوع المصري كلنا عارفينها وهي معاكم كده، اللي بيشوفها لاول مره بس يا ريت ما ينساش يحط اللايك. بعتذر طبعا عن صوت الهواء لاني بسجل لكم وانا ماشيه في الطريق. دي طبعا اغاني السهره اللي احنا عارفينها وحافظينها، لكن بصراحه يعني الاجواء حلوه جدا جدا جدا. هخش بقى كده معاكم واحده واحده لحد يعني ايه بقى هتستمتعوا بيه كده زي ما احنا النهارده كان يومنا جميل. طبعا حاجة البنوتة زي ما احنا عارفين بتختلف عن حاجة الولد، يعني الدنيا كلها كانت بنت في بنت النهارده. ده الغربال بقى والإشارة كده بالاسم وتاريخ الميلاد، على فكرة تاريخ ميلاد البنوتة نفس تاريخ ميلاد مامتها. ربنا يا رب يبارك في حياتها هما الاتنين. طبعا الحاجات ديت يا جماعة كان شكلها حلو جدا جدا جدا. يعني بصوا، عايزة اقول لكم كمان ان مفيش حد غريب هو اللي عملها، بس عشان معمولة بحب طلعت بالجمال دوت. البلالين بقى والاغاني والسبوع واللهم بارك، العقيقه بتاعت البنوته كان كل حاجه في اليوم قمر زيها بالظبط. يعني هي تيا وهي تيا صراحه. شايفين بقى الحلاوه والجمال. دعوه حلوه كده منكم في الايام المفترجه ان ربنا يكرمني كده ان شاء الله ويرزقني ببنوته حلوه كده زي القمر اللي عندنا ديت، وان ربنا يا رب يبارك لها في عمرها كده ويجعل حياتها كلها خير وسعاده. طبعا انا كنت بصور لكم الديكور بتاع اليوم كله، الدنيا كانت ماشيه ازاي. طبعا يعني انا كانت عجباني الصوره دي جدا 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 والبالونه. يعني كل واحد كده يا ريت كمان يقول لنا ايه الافكار او ايه التقاليد اللي بيعملها في الاسبوع عنده. طبعا احنا عندنا بقى ايه اللي هو السكينه والمقص ودق اللون والحاجات دي كلها ورش الملح يعني بصوا صراحه كانت حاجات جميله جدا. ادي كده لقطة سريعة ام الايد كده وجدها ويروح على الجمال اللهم بارك. ادي كده بقيت الزهور اللي كنا عاملينها، لان هو كان بس الكرم بتاعه مش اكتر. وده اللي هو السبع شخصيات اللي بيحطوها